ناس بتقولك انزل امشي حافي على الارض تحس براحه مش طبيعيه. هل الكلام ده خرافه ولا فعلا في علم ورا الاحساس ده؟ دي ابيسود 18 من سلسله العلم بيقول ايه، كل يوم تلات الساعة 3 هنعرف ايه اللي بيحصل في جسمك لما تخلع الجزمة وتلمس الارض برجلك. اول حاجة بتحصل لجسمك لما تمشي حافي هي تفاعل مباشر مع الارض اللي احنا بنسميه الارثنج او الجراوند. الارض فيها شحنة سالبة خفيفة، جسمنا مليان بالشحنات الموجبة بسبب الإلكترونيات، الضغط النفسي، التلوث. لما بتمشي حافي بتبدأ الشحنات دي تتوازن، الأرض بتسحب الشحنات الموجبة الزيادة من جسمك. ده بيؤدي لمجموعة تأثيرات علمية مثبتة تؤدي لتقليل الالتهاب. دراسة في جورنال اوف انفلاميشن ريسيرش قالت إن الأشخاص اللي مارسوا الإيرسنج لعدة أيام عندهم انخفاض في مؤشرات الالتهاب. كمان بتأثر على تحسين النوم. في تجربة علمية نشرت سنة 2004 مشاركين اللي ناموا على الأرض بتواصل مباشر على الأرض حسوا بنوم عميق جدا ونقص في مستويات هرمون الكورتيزون اللي هو هرمون التوتر. كمان بيؤثر في تهدئة الجهاز العصبي. لمسة الأرض مباشرة نشط العصب الحائي وده بيهدي الجسم وبيقلل اضطرابات القلب وضغط الدم. كمان بتنشط عضلات القدم. مشي حافي بيستخدم عضلات صغيرة جدا في الرجلين بتكسل لما بنلبس الأحذية دايما. بيقوي توازنك وبيحسن مشيتك على المدى الطويل. كمان بتحفز النهايات العصبية. بطن الأرض فيه آلاف من النهايات العصبية، لما تلمس الأرض بتنبه جهازك العصبي بطريقة شكل المساج الطبيعي. بس خد بالك المشي ليه فوائد، لازم يكون في مكان آمن ونظيف مفيهوش حتت حادة أو ملوثة. كمان ما ينفعش للناس اللي عندها السكر أو أعصاب في القدم. خلينا متفقين إن أوقات الراحة مش دايما بتكون في السرير، ممكن تكون في خطوة بسيطة على الأرض وخطوة جديدة، درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.